السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب دودو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مستنية منكم يا حبايب قلب تخشوا تشتركوا في قناتي الجديدة حكايات دودو وموكا، لان القناة دي هنزل عليها كل حصر ان شاء الله، ومستنياكم هناك تنوروني لان القناة بجد هتعجبكم، لاني هنزل عليها على طول فيديوهات رومانسية من اللي انتوا بتحبوها، وهسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. ومش هكتر عليكم يا حبايب قلبي، بس مستنياكم تنوروني هناك. ويلا بينا نشوف قصتنا بتتكلم عن ايه. قصتنا في سارة وسلمى وميرنا، وهم قاعدين في الصالة ومعاهم محمد، وهو بيقول لهم: حضر حالكم الليلة دي عشان جاي لنا صفقة كبيرة قوي، جاي لنا هم كبراء البلد، عايزكم تدلعوهم وتنغنغوهم وتوزوزوهم، سامعين ولا لا؟ ردت في الوقت ده سلمى بكل انشكاح وقالت: سامعين طبعا يا بيه، اللي انت تقوله هنعمله يا محمد، بس انت بس استعجل وما تنساش اجرتنا تزودها لنا حبتين، لما ربنا يكرمك تكرمنا. ماشي يا سلمى ام نص لسان انتي، بس عايزك تفرحيهم، عايزهم يخرجوا من عنديكم وهم مبسوطين قوي، عشان لما يتبسطوا قوي هيدفعوا اكتر، ولما يدفعوا اكتر هديكم اكتر. ماشي، متشكرين متشكرين يا محمد بيه. يلا هسيبكم، هروح اجيب الجزايز واللازم مني. ماشي ماشي يا بيه. بينزل في الوقت ده محمد، وبتكون سارة متضايقة جدا، بتبص في الوقت دوت لسلمى وتقول لها: خبر ايه عاد؟ هنفضل كده طول العمر ملناش شرف؟ هنفضل كده طول العمر عبيد عنديهم؟ هنفضل كده كلاب وهم ينحشوا فينا؟ ايه، انا خلاص زهقت من العيشة دي، زهقت ونفسي ربنا يتوب علينا ونعيش عيشة انضف. ردت سلمى بكل استهزاء وقالت: ياك مفكرة لما تعيشي بشرفك هتقدري تاكلي ولا تشربي ولا حد هيطل في وشك؟ لا يا حبيبتي، لا. بص حواليكي في الدنيا دي مفيش حد فيها عايش بمزاجه، اللي ما معهوش فلوس بيدور على اي حاجة يجيب منيها جنيه، واللي معاه فلوس بيدور على اي حاجة يضيع فيها. احنا بقى لا طايلين ولا مطايلينش. عيش يا سارة وكل بلقمتك، واحنا كلنا مع بعض هنا يا حبيبتي واحد، ومفيش واحدة عينيها تترفع على التانية، وكلنا هنا مصلحتنا على قلب بعض، وعايزين نبقى معانا فلوس زي الناس دي كلها. ايوه، ممكن يكون معانا فلوس، لكن لما نجيبها بالحلال ونشتغل ونعرق فيها ونجيبها. لكن كده انا حاسة ان احنا ملناش شرف، عايشين كده وممكن في اي لحظة نتاخد قضية ونروح وتروح دنيتنا كده، واحنا ملناش اي لازمة، ولو حد جاب سيرتنا هيقولوا له كان كلاب وراحوا. ردت ميرنا وقالت: خبر ايه يا سارة؟ انا خابر ان انتي مش اول مرة تقولي الكلام ده، لكن حاسة انك اول مرة تقوليه من قلبك. نويتي ولا ايه يا سارة؟ نويت، ايوه نويت اعيش بالحلال عاد، زهقت من الدنيا دي، زهقت من عيشة اللي تقرف. ردت سلمى وقالت بجدية: خبر ايه يا سارة؟ مش هنعرف نعيش شوية ولا ايه؟ كل يوم ولا اتنين تنغص علينا عيشتنا. سيبيها يا مرن، هي كده كده عارفة طريقها كيف، هتقعد لها شوية زعلانة، وأول ما يجي الزباين هتفك وترجع تاني. هي دي يعني عادتها ولا هتشتريها؟ حضروا حالكم بس عشان زمان الزباين جاية هنا، واعملوا حسابكم ناس تقيلة قوي، يعني عايزين نبان قدامهم أحلى حاجة، فاهمين ولا لا؟ حرام عليك، حرام عليك يا سلمى عاد، خلينا نعيش شوية زي الناس. بقولك ايه يا سارة، خشي يا حبيبتي، خشي دش كده وانت هتفوقي يا ماما، احنا غلابة، ولو ما عملناش كده هنداس بالرجلين، ولو ما عملتيش اللي انت بتعمليه ده برضاكي هيعملوه غصب عنيكي، عشان ملكيش ظهر ولا سند، ملكيش حد تتجاوبيه، ملكيش يا سارة. دخلت سارة الأوضة المشبوهة، الأوضة المعتادة على الفسق والفجور، وقعدت فيها شوي. دخلت وراها ميرنا وقربت منها وقالت: ايه دي يا سارة؟ بتعيط ليه كده؟ بعيط عشان احنا اقل من ناس كتيرة قوي، بعيط عشان في حوالينا ناس شريفة قوي، احنا نفضل كده لحد ميت؟ انا خلاص تعبت ومليت من العيشة دي ومش هقدر عليها تاني. زي ما قالت سلمى، كل مرة تقولي كده وترجع تاني احسن من الاول، بس اللي مش معنى المرة دي دموعك نازلة يا بنت عمي، اشمعنى؟
لأن احنا خلاص حاسة ان نهايتنا جربت، ونهايتنا هتبقى نهاية وحشة قوي، هتبقى وحشة قوي يا ميرنا. اسمع كلامي يا ميرنا، خلينا نمشي من هنا. صدقيني هنلاقي 1000 باب مفتوح تاني، هنلاقي بيبان ربنا بتتفتح، وهنلاقي ناس مليحة تمدين لنا يدها بعيد عن الحرام ده. حاولنا يا سارة لكن ما قدرناش نخرج من هنا، لأن ده المكان خلاص اللي عشنا فيه وتربينا فيه. ما تجيش انت عاد بعد كل ده وتضيع كل حاجة. ايوه انت زي ما بتقولي فكرنا لكن ما حاولناش، ما نفذناش. لو كنا مشينا يمكن كانت حياتنا كانت أحسن من دلوقتي بكتير. عاجبك يا ميرنا؟ عاجبك لما يجي واحد يفضل ينهش في لحمك ده؟ لحمك ان ربنا اداهولنا ولازم نحافظ عليه، وما يلمسهوش واحد غير بالحلال، غير بحلال ربنا ورضاه. خبر ايه يا سارة؟ هو انت قلبتي على شيخة ولا ايه؟ لا ما قلبتش على شيخة ولا حاجة، لكن بحلم أحلام كتيرة قوي وحشة كان ربنا بينبهني بيها، وقول فوقي من الغفلة يا سارة، وانا خلاص مش هقدر على العيشة دي تاني. عدي بس الليلة دي يا سارة عشان بيقولوا الناس مهمة وبعد كده يحلها ربنا. قومي يلا والبس البدلة الحلوة بتاعتك دي اللي هتجنن الزباين. ماشي يا ميرنا ماشي. وفعلا كلهم حضروا نفسيهم وكانوا مستنيين البشوات، بشوات البلد اللي جايين يقضوا ليلة حمرة ويرمشوا تاني على طول. والكل كان قاعد وبقى اتلموا على بعض، وكان من ضمنهم واحد اسمه زياد، ومحمد طبعا اللي مشغلهم ومدورهم، وواحد تاني معاه اسمه عاطف. وكلهم كانوا قاعدين يشربوا وسكرانين، مفيش غير سارة اللي كانت قاعدة سرحانة جدا. في الوقت ده زياد قرب منها، قعد جنبيها وقال لها: خبر ايه مالك يا مزة، وبتشربيش ليه؟ اشرب ايه؟ لا ماليش نفس، معلش شربت كتير في النهار، ماليش نفس اشرب دلوقتي. اشرب عشان خاطري، وبعدين عايزك تفرحيني. اللي انت عايز تحت امرك يا باشا، لكن يعني اقصد خليني فايقة كده، انا بحب اكون فايقة. يعني ايه؟ هتزعليني منيكي؟ ده انت الوحيدة اللي عيني وقعت عليكي. لا طبعا ما اقدرش نزعلوك، هنشربه، هشرب اللي انت عايزه. كانت بتشرب حاجات بسيطة جدا لحد ما خلاص جه وقت ان كل واحد هياخد واحدة ويدخل بيها بمكان. في الوقت دوت كان وقت سارة وهي موجودة معاه في الأوضة ومع اللي اسمه زياد ده. لكن فجأة زياد وشه اتقلب وبقى وشه جدي جدا وقال: مالك بتبصيلي ليه كده؟ مفيش حاجة، يلا عاد عشان تقضي ليلتك اللي انت عايزها. لا خليكي بهدومك، ما عايزكيش تعمل حاجة. كيف يعني؟ وكيف قلبت صوتك ليه كده؟ ما انت كنت برا سكرانتين. سكران ايه؟ الحاجات دي ما بتهزش فيا شعر على فكرة، بس انا كنت عامل نفسي ان انا سكران قدامهم. بقولك ايه، انا هتكلم معاكي كلمتين في السر ولازم تحطيهم حلقة في ودنك، يما وقسما بالله لجرجرك ومرمطك في كل مكان. انت تتكلم معايا ليه كده؟ مالك نبرتك اتغيرت ليه؟ وشك اتقلب ليه مرة واحدة؟ عشان تسمع اللي بقولك عليه، تسمعيه وتنفذيه بالحرف الواحد. في الوقت ده خرج لها كارنيه وعرفت ان هو ضابط شرطة. استغربت وخافت جدا وجسمها كله اترعش وقالت: انت عايز ايه منينا؟ وجيت ليه هنا لما انت مش عايز حاجة؟ انا كل اللي عايزه ان انت تساعديني نوقعكم. كيف يعني اساعدك توجعنا؟ كيف؟ انا كده كده ممكن اقبض عليكم عادي بكل سهولة طبعا بقضية انت عارفة اسمها كويس، لكن انا عايزة اوجع اللي بيدخل البلد دي الحاجات العفشة اللي انت عارفاها. ايوه بس احنا ملناش علاقة باللي انت بتقول عليه ده، احنا اخرنا نشرب كاس، اخرنا ندخله البيت هنا ازازة خمرة، مش اكتر من كده. اعوذ بالله، انت فكر ان دي حاجات سهلة يعني؟ انا عايزك تساعدينا عشان نعرفوا اللي بيدوا محمد الحاجات دي مين، وطبعا هنتتبع وهنعرف مين اللي بيديهم هم كمان، وبكده نبقى عرفنا نسيطر عليهم. انت هنا ممكن يخش لك جزازة 2، لكن في ناس بيخش لها حاجات تاني، وانت فاهمة قصدي كويس. ايوه فاهمة يا ساعة البيه، وحاضر اللي انت عايزه هعمله. ماشي يا اسمك ايه؟ سارة يا بيه، سارة. ماشي يا سارة. مش قرفانة من نفسك يا سارة؟ مش قرفانة من نفسك لما بتبصي في المراية ما بتشوفيش نفسك واحدة ملهاش لازمة؟
انت بتقولي الكلام ده ليه؟ في الوقت ده بدأت سارة تعيط. استغرب جدا زياد، استغرب على دموعها. وأول ما قالها الكلمتين دول ما بطلتش عياط. قال لها: نفسي أعرف بتعيطي ليه؟ حاسة بالذنب إياك؟ صدقني والله لا دي عيشتي ولا كنت عايزة أعيشها، وعايزة أخرج منيها لكن ما خبرهاش كيف. أنا حاسة إن دنيتي دي ضيقة قوي، مفيش فيها غير الغرفة دي والصالة وبس، وبقرف من نفسي، بقرف من نفسي زي ما انت بتقول. لما بشوف في المراية واحدة ملهاش في الدنيا دي غير ذنوب وبس، واحدة بتبيع لحمها بالرخيص. لكن هنعمله ايه؟ انا كنت خابرة ان نهايتي وحشة، وادي نهايتي جت اهي. منهم لله. بتحاسبني في مين؟ بتحاسبن فيا وفي اهلي اللي رموني وفي اللي خدوني هنا وطلعوني على حاجات دي. حسبي الله ونعم الوكيل. في الوقت ده بص لها زياد من فوق لتحت واستغرب عليها. كان حاسس ان وراها قصة كبيرة جدا، لكن قرر ان هو يقعد في الأوضة على اساس ان هو يخلص يعني زي الباقي. وبعد كده مشي. ودخلت في الوقت ده سلمى علشان تدي سارة فلوس، وسارة رمت الفلوس في الأرض وقالت لها: خلي فلوسك معاكي، أنا ما عايزاش فلوس ولا عايزة حاجة، عاد عايزاكوا تسيبوني في حالي. خبر ايه يا سارة؟ بتتكلم معايا ليه كده؟ وبعدين ما أنا قلتلك ما عايزينش يا بنت الناس نشوف حالنا على بعضينا، كلنا هنا ولاد 9 وكلنا واحد، ليه عاد عايزة تشوفي حالك علينا؟ ما تخلينيش أقلب على وش التاني يا سارة. خدوا فلوسك واسمع الكلام وعيش عيشة أهلك. عيشة أهلي؟ انتوا خليتونا أشوف عيشة أهلي ولا ما أشوفهاش؟ خليتونا أشوف أوحش عيشة في الدنيا دي ممكن الواحدة تعيشها. خليتوني أقبل على نفسي حاجات أفعش حاجة ممكن الواحدة تقبلها على نفسيها. أنا مخبراش انتي اتغيرت ليه فجأة كده؟ وبعدين مالك كده؟ ما غيرتيش ولا ايه؟ ملكيش صالح بيا عاد. سيبوني في حالي، سيبوني يا ناس. هسيبك ربنا يصلح حالك. سابتها ومشيت. وكانت قاعدة سارة بتعيط. دخلت ميرنا وقالت: خبر ايه يا سارة؟ هتفضل كده قلبها عنواح وتعيط ليل ونهار؟ ملكيش صالح بيا يا ميرنا، خليني في حالي عاد. انا مطيقاش نفسي. طب انت عايزة ايه بس؟ عايزة اقول انا عايزة امشي من هنا، ما عايزاش اكمل في الطريق ده. صدقيني تعبت يا ميرنا. طب وايه العمل يا بنت الناس؟ ايه العمل؟ انا همشي، هتمشي معايا؟ لا انتي خابرة ان انا ما اقدرش امشي من هنا، والبيت ده احسن من غيره. الله اعلم لما نطلع من برا يحصل لنا ايه. ربنا كبير، ولو نوينا التوبة اكيد ربنا هيكرمنا، انا واثقة ومتأكدة. لا انا مش معاكي يا بنت الناس، انا واقعد اواسيكي بكلمتين وهون عليكي شوية، لكن ما اقدرش اعمل معاكي كده. انا مبسوطة في حياتي. كيف مبسوطة يا ميرنا؟ كيف؟ اها، راحة نفسية عاد، كل واحد وربنا مريحه على حال. ماشي يا ميرنا، انتي حر. وبيعدي على الوقت ده 12 ساعة، وبيصحى الصبح ما بيلاقوش سارة في اوضتها. بتستغرب جدا وتقول: سلمى راحت فين البت دي؟ ما خبرهاش تلاقيها راحت تجيب حاجة وتاجي، وهي من ميتة بتطلع برا الشقة اساسا، ما كل ما بتعوز حاجة بتطلبها منينا. ما خبرهاش يمكن حبت تهون نفسها. ما تزعليش يا سلمى، ما انتي خابرة ان هي من عشية متضايقة نفسيا، ربنا ياخدها ونرتاح منيها. ما خبرهاش بس دي بتقبض في اليوم بالآلاف، ما خبرهاش عايزة ترفض النعمة دي ليه؟ خلاص عاد سيبيها هي حر، كلها شوية كده وتاني. ويعدى على اللحظة دي ساعة واتنين وتلاتة وما بترجعش سارة. بيستغربوا الاتنين وبيكونوا عارفين ان كده اكيد سارة مشيت. لكن سارة في الوقت ده بتكون قاعدة في الشارع مش عارفة تروح شمال ولا يمين، لحد ما بيقرب منها شاب ويقول لها: جرأية حلوة، انتي قاعدة هنا لوحدك؟ عايزة ايه مني؟ سيبني في حالي. بعدين يعني سيبك في حالك ازاي وانتي لابسة اللبس العسل ده؟ ما تيجي معايا وانا ظبطك. منك لله، يظبطك ربنا يا بعيد، غور من وشي. في الوقت ده خاف منها وبعد عنها، لكن ما كانتش عارفة سارة تروح فين ولا تيجي منين، ما كانتش عارفة تمشي ازاي. كانت حاسة ان هي فيها الطمع، وافتكرت كلمة ميرنا لما قالت لها ان هنا بيحصل كل حاجة بمزاجها وبتاخد فلوس.
لكن ممكن برا يحصل كل حاجة غصب عنها وتترمي زي الكلاب. قررت إن هي ترجع البيت تاني، لأن حست إن برا مفيش رحمة من البشر ونظرة الناس ليها. وفي الوقت دوت لما دخلت البيت كان بالليل، وكان موجود هناك زياد وعاطف ومحمد، واستغربت أول ما شافته وخافت جدا، وقال: ده أنا كنت مستنيك يا حلوة، كنت فين؟ لا مفيش، أنا بس كنت بهوي نفسي وراجع على طول. خبر ايه يا سارة، كل ده بتهوي نفسك برضك؟ معلش اتخنقت من البيت ده. ماشي يا حلوة، زبونك مستنيكي، يلا روحي. دخلوا الاتنين الأوضة، وقف قصادها زياد وقال لها: ايه كنت ناوية تهرب مش كده؟ صراحة ايوه، كنت ناوية اهرب من اللي انا فيه ده، كنت عايزة اعيش نظيفة ولو يوم واحد في حياتي، لكن الظاهر كده مفيش فرصة، مفيش فرص. حاسة ان ربنا غضبان عليا. ليه بتقولي كده؟ انا كنت همشي اهرب فعلا، لكن مش ههرب منيك. انت خابرة ان انا لو كنت عايزة اجيبك كنت هجيبك لو في بطن الحوت. خابرة، بس انا ما كنتش ههرب من هنا عشانك. انا كنت عايزة اهرب من عيشتي اللي انا فيها دي. انا موافقة اساعدك، موافقة اعمل اللي انت عايزه كله، لكن بالله عليك قصاده طلب واحد. ايه هو؟ تساعدني انا كمان، تساعدني الاقي مكان يطويني واعيش فيه نظيفة وحر، تساعدني الاقي عيشة احسن من كده واعيش فيها. انا راضية بقليله، بس على الاقل اعيش نظيفة وسط الناس. غريبة، اول مرة ادخل كده بين ناس زيكوا شياطين والاقي واحدة فيهم عايزة تتوب. صدقني والله عايزة اتوب. يعني انتي ما كنتيش عايزة تهرب عشاني صح؟ لا والله، بالعكس انا نفسي اساعدك، لكن انا نفسي اساعد نفسي الاول، حاسة اني متكتفة. خلاص ماشي، يبقى تخليكي هنيها وتعصر على نفسك ليمونة يومين 3 لحد ما ناخد المعلومات اللي احنا عايزينها. بعد كده يا ست وعدة مني ان انا هساعدك في اللي انت عايزاه. صح؟ ايوه، اللي انت عايزاه هعمله لك ان شاء الله. خلاص ماشي، واللي انت عايزه انا اعمله لك برضه. وفعلا بدأت تساعده، كل كام يوم تديله معلومة لما بيجي، ولحد ما جه زبون تاني وقرر ان هو يدخل معاه، ودخل فعلا، والاتنين اتقفل عليهم الأوضة. وكانت متضايقة جدا سارة، لأنها بقالها كام يوم مرحومة من الحاجات القذرة اللي هي كانت بتعملها، وكانت مرتاحة نفسيا. وفي الوقت دوت قال لها: يلا يا حلوة بقى دلعيني. خبر ايه؟ مرضياش تهز حالك ليه كده؟ معلش، ماليش مزاج لحاجة، وبعدين يعني أنا مش محسوب عليا اليوم ده، اطلع برا فيه غيري كتير. أنا اللي نجيتك انتي وعايزك انتي، أنا ماليش صالح باللي برا. ايوه بس أنا قلت لك أنا مش فايقة الحاجة، اطلع لبرا. لا مش طالع يا قطة غير لما اخد غرض منيكي. في الوقت ده بدأ يقرب منها، لكن ضربته على دماغه وعورته. في الوقت دوت دخلت سلمى تزعق لها لما وقعت فرط في الأرض، وقالت لها: خبر ايه يا مجنون انتي هتموتلنا الراجل ولا ايه؟ هتودينا كلنا في داهية كنك ولا ايه؟ ما خبرهاش عاد، قلت لكم سيبوني وما تدخلوش علي حد، وانتي برضو دخلتيه. انتي حرة عاد، استحمل اللي هيحصل. لا شكلك كده جنيتي يا سارة، مش هتجيبيها على خير ولا هتجيبيها البر اللي انتوا شايفينه عاد، لكن انا خلاص انسيني ومش هعمل الحاجات دي تاني. مش تعمل الحاجات دي؟ ما جيت شيخة اياك، اعتبريني شيخة يا ستي، اعتبريني شيخة، وربنا مقعدني وسطيكوا وصابرة على جرفكم. دلوقتي بقى جرف؟ ماشي يا سارة ماشي. شدت الراجل لبره، وفضلت سارة لوحديها في الأوضة لحد ما جه زياد وقالت له: بالله عليك تعفيني من هنا، أنا ما بقيتش طايقة العيشة دي، أنا بقالي كام يوم مرتاحة، بس سلمى ما سايبانيش في حالي، كل يوم ولا 2 تدخلي واحد عليه، يا إما أضربه وأعوره، خايفة في مرة لواحد يموت في يدي وأغور في داهية. معلش خلاص هانت، جربت قوي. جربت ايه بس؟ ما بينلهاش تجرب واصل، شكلها كل مرة بتبعد أكتر. ده جربت. ومين اللي انت ضربتيه ده؟ سمع عنيهم برا. ضربت واحد كان جاي ياخد زي ما انت خابر عاد، قعدت أقول له لا، لكن هو دماغه دي جزمة ما سمعش مني، واللي حصل عاد لقيت نفسي بضربه في دماغه بالجزازة. ماشي بس ما تكررهاش تاني. يعني لما يدخل واحد أسلم عادي؟ لا ما اقصدش، بس حاولي تسيسي أمورك، هم عرفوا اللي فيها عاد، يا ما كده يا إما هتيجي المرة الجاية ومش هتلاقيني. خلاص أنا طالع دلوقتي
وطلع زياد. بصت له سلمى وقالت: خبر ايه؟ اشمعنى انت اللي تطلع سليم من الأوضة دي من ساعة من المجنونة اللي جوا غيرت رأيها؟ اشمعنى انت يا زياد بيه؟ ما عايزة اقولك حاجة في خصوص الموضوع ده. خير، اللي انت عايزاه هديهولك، بس محدش يخش الأوضة دي غيري، فيعني عايزك كده تصبر عليها. انا عايزها ليا وبس، يعني عايزها تكون بتاعتي، واللي انت عايزاه كله هديهولك تحت الحساب. اصل هي محدش ملأ عينيها غيري، عشان كده ترفض كل واحد. ايه نقول عليه ده ان شاء الله؟ حب من اول نظرة اياك. تقولي زي ما تقولي عاد بقى، بس انا كده الحرمة اللي المسها محبش غيري يلمسها، غير لما اتركها انا بيدي وارميها. ماشي يا زياد بيه، طالما هتدفع خلاص موافقين. ماشي، يلا سلام. مع السلامة. ودخلت سلمى لسارة وقالت لها: مش تقول ان انت عينك مني عشان كده مرضياش غيره؟ عيني مني ولا مش مني، اهو واحد والسلام بدل من كل شوية قرف. عندك حق، وبصراحة كده هو العين عليه كتيرة، وهو احسن من غيره، ويعني الواد حليوة وجامد، ولما بتوقعي ما بتوقعيش وقعة سهلة. انت يا سارة كنت قولي لي يا شيخة وانا اكلمهولك. لا مش مستاهلة اقولك، هو كده كده فاهم وعارف. ماشي يا ستي اللي انت شايفاه، بس متنسيش عاد تخليه يتوصى بينا. ماشي ماشي، اللي انت عايزاه يا سلمى. خرجت سلمى ودخلت ميرنا وقالت: كان نفسي يبقى ليا واحد كده معين زيكي، بس الظاهر كده ان الصنارة غمز ايديه وبتاعي. بس يا ميرنا انتي مخبراش حاجة، احنا محدش يا بنتي صنارته تغمز لينا واصل. احنا لو واحد شافنا وعجبناه بنبقى عشان مزاجه وبس، وهيجي في يوم من الايام ويرمينا برضك، بس هو طمع وخلاص. اهو الواحد يقول دلوقتي هي ليا وما عايز حد يقرب لها غيري، احسن ما برضه يقولوا ان في غيره يعني بيلمسني وكده. طمع وخلاص، طمع في سلعة رخيصة. فهمتي الحكاية كيف يا ستي؟ عاد ما تغصيش علينا العيش، خلينا عايشينها زي ما عايشينها وخلاص. ما شايفينش مرها، انت ما شايفاش مرها لكن انا شايفاه يا مرن. خلاص يا ستي انا غلطان اني دخلت اتكلمت معاك، يلا بالاذن. وبيعدي على اللحظة دي يومين كاملين، وبتكون قدرت توصل لزياد كل المعلومات اللي هو عايزها، وجي الوقت الحاسم خلاص وفعلا اتقبض عليهم. وفي الوقت دوت قال زياد لسارة: انا عندي وعد ليكي، وانا زي ما قلت لك اخرجك منيها، بس لازم هتدخل السجن معاهم عشان يعني القضية وكده. بس انت وعدت انك هتساعدني. ايوه وعدتك وانا عندي وعد برضك، بس لازم طالما اتقبضوا عليك وهنا لازم تبقي معاهم في القسم، والا القضية كلها هتبوظ. كيف وما قلتليش ليه ان انت هتبلغ عنين؟ على الاقل كنت عرفت اهرب قبليها. معلش انا واثق ان انا هقدر اطلعك، يلا قدامي. وفعلا حبسهم كلهم، وكانت هي في السجن وبتصلي وبتدعي ربنا ان هي تخرج من المحنة دي. كانت حاسة ان زياد بيلعب بيها وانه مش هيخرجها ولا حاجة، وانها واحدة رخيصة راحت وخلاص. فضلت على الحال ده يومين كاملين لحد ما سلمت امرها لله وعرفت قضاءها. لكن فجأة لقيت زياد جابها المكتب، وقف قصادها في المكتب بتاعه وقال لها: تكدي يا ست براءة عشان ساعدتيني في حاجات كتير، وبراءة كمان علشان عارف ان انت كنت عايزة تمشي من هناك. متشكرة ليك، يعني انا كده براءة واخرج منيها؟ ايوه يا ستي، انا مش قلت لك اخرجك؟ ايوه قلت، بس بصراحة خفت جولة ترمين وما سألش فيا تاني. حرام عليك، ليه بس تقولي كده؟ على العموم يا ستي الحمد لله، احمد ربك ان انت خرجت مني. ها يلا شوفي بقى هتعملي ايه. متشكرة جو، يعني امشي؟ ايوه امشي. متشكرة. لحظة واحدة يا سارة. ايوه يا بيه، انت فعلا صح عايزة تتوبي لربنا وتعيشي حياة نظيفة. اي والله نفسي ربنا يتقبل مني توبتي ويكرمني بحياة احسن من اللي انا فيها دي. مش فلوس اقصد ولا حاجة من الحاجات دي، لا، على اقل شغلانة شريفة اكل منها عيش ومكان نظيف اعيش فيه،
ومش أكتر، واللي يوفر لك المكان ده والشغلانة توافقي. يا ريت والله، هبقى شاكرة ليه جدا، وربنا يكرم إن شاء الله ويوسع عليه. ماشي، اصبري أخلص كام حاجة وهننزلوا سوا. وفعلا بيخلص كام حاجة وبيروحوا سوا، بياخدها على بيته. بتستغرب جدا إن هو جايبها البيت بتاعه، وهناك بيقول لها متخافيش، أنا جايبك هنا مش عايزك تقلقي، أنا أمي موجودة في البيت، هو عايزكي بس كده تشتغل هنا معاها، يعني تساعديها في البيت، تطبخي تغسلي تروجي، وبعد كده عاد ليكي قبضيتك كل شهر. ايوه بس ده كتير قوي. ما تخافيش، مش كتير عليكي، انتي بنت ناس وتستاهلي كل خير. وعايزه اقول لك كمان ان الوزاره خرجت لك مكافأة مالية حلوة، وهديها لك ان شاء الله قريب قوي. وعايزك بس تساعد امي في البيت، ما تزعلهاش منيك عشان امي عصبيه حبتين. لا حاضر، اللي انت عايزه، بس انا كتير عليا كل ده. مش كتير ولا حاجه، انت مش قلت عايزه مكان تنامي فيه نظيف ولقمة عيش تاكلي منها لقمة عيش بالحلال؟ ايوه خلاص يا ستي، احمد ربك عاد واشكري ربك وقولي يا رب. يلا سلام. رايح فين؟ رايح اشوف شغلي، احنا مباحث، ما بننامش ولا ليل ولا نهار. ربنا يقويك يا رب وينصرك على اعدائك، وتنظف البلد دي كلها من النوش اللي احنا فيه ده ان شاء الله. طول ما في ناس قلبها فيه الخير زيك كده هنقدر نعمل كل حاجة الحمد لله. في الوقت دوت بتخرج أمه وبتقول بعصبية، مين ده يا زياد وبتعمل ايه هنا؟ دي أمي شغالة جديدة. شغالة ايه وعايزة هي وتعمل ايه هنا؟ دي هي أمها هتساعدك إن شاء الله في حاجات البيت كلها، وانت تقعد كده يا ست الفل وتحط رجل على رجل وهي تعمل لك كل حاجة. ليه إن شاء الله يا زياد؟ قالوا لك عليا مشلولة إياك ولا معرفش أعمل حاجة ولا يكون زهقت من وكلي؟ لا يا أما لا سمح الله، ليه بس تقولي كده؟ أنا حتى بحب نفسك في الوكل وبحبك يا ست الكل، أنا بس قلت تساعدك يومين 3 كده، وبعدين انت بتتعبي ساعات وأنا عايزة أخف عنك الحمل عاد. وأنا ما اشتكيتش يا ولدي عشان تجيب لي واحدة وتعجزني إياك، لا خدها في يدك يلا زي ما جبتها توديها. يوم اسمع الكلام عاد، اسمع الكلام يمي، دي هتعملك اللي انت عايزاه. خلاص يا زياد بيه، الظاهر كده ان الست الهانم ما شاء الله صحتها حلوة قوي وتقدر تعمل كل حاجة، ما تزعلهاش منيك. وانا ليه يا رب؟ انا هخرج. فعلا بتمشي، لكن بيقول زياد لأمه يمي ليها بس كده، دي غلبانة، ده انت لو عرفتي قصتها هتصعب عليك. بعزنها يا ستي مش شغالة، بعزنها صدقة جارية على روح ابويا الله يرحمه. كيف يعني قصتها ومش قصتها؟ تقصد ايه؟ يمي دي غلبانة جاية من القسم. واه كمان جايبها لي من القسم؟ وقعت وقتين يا زياد. لا يم مقصد يعني هي يم ساعدتني كتير قوي في القضية دي اللي انا لسه كسبها، اللي انا حكيت لك عنيها. ايوه هي دي فتاة الليل. يما خلاص عاد، ده كانت ربنا تاب عليها دلوقتي وعايزة تعيش يما بالحلال، ليه نقفل الباب في وشها عاد؟ ما انت ما قلت ليش يا ولدي؟ وبعدين اعمل واحدة زي ده كيف في البيت وانت معايا يا ولدي؟ قصدك ايه يما؟ قصدي ما اعمل لهاش يا ولدي في البيت وانت موجود. يما ما تخافيش، انا واثق منيها 1,000,000% والا ما كنتش دخلتها دارنا. يعني ايه يا ولدي؟ يعني افتحي لها بابك يما، افتحي لها بابك لعل يكون سبب في ان هي تتوب لربنا ومترجعش اللي هي كانت فيه تاني. جاي اللي انت في الحتة اللي بتوجعني ونقطة ضعف يا ولدي. خابر يما ان انت قلبك كبير، مش هتسيبيها ترجع تاني اللي هي كانت فيه. خلاص يا ولدي هاتها، لو ليلنا يد ان احنا نصلح حال حد اكيد مش هنقصر، ربنا يقبل توبتها يا ولدي، روح بسرعة هاتها. فعلا بيطلع يدور عليها وبيلاقيها ويقول لها ما تزعليش من امي، انا قلت لك عصبية بس قلبها ابيض قوي. ما زعلناش، هي عندها حق. يلا تعالي معايا البيت. اعاود ليه؟ لا هي ما عايزانيش في البيت، وهي كتر خيرها الست زي الفل ها، مش محتاجة حد. انا ليا ربنا كبير وان شاء الله الف مين هيمدلي يده، وانا بمدلك يدي ها دلوقتي، ليه عاد تكسفيني؟ ما اقدرش اكسفك يا سعادة البيه، ده انت ساعدتني كتير قوي ولولاك ما كنتش وصلت للمرحلة دي. لا ده بفضل ربنا، ده بفضل ربنا علينا احنا التنين. يلا عاد تعالي ما انت زي ما ساعدتيني انا بساعدك دلوقتي، واقبل مساعدتي عاد. ماشي
ماشي يا سعادة البيت. وفعلا بترجع البيت، وبيعدي على اللحظة دي شهرين كاملين بتقضي وتعمل فيهم كل حاجة في البيت، وبتساعد ست الحاجة لحد كمان ما قلبها بيتفتح لها وبتحبها جدا. وبيجي لحظة بتقعد فيها ست الحاجة مع ابنها وتقوله: بقول لك ايه يا زياد يا ولدي، عايزاك كده في كلمتين. خير يما، قولي. اديك شايف يا ولد العمر بيجري، وانت عمرك كله مديه للتعليم والبلد ومش باصص لحالك. قصدك ايه يما؟ قصدي يا ولدي يعني تشوف حالك عاد، بتكبر يا ولدي كل يوم عن اليوم اللي قبله، ودلوقتي عندك 30 سنة، هتوصل لسنها عاد يا ولدي تاني. عايزة افرح بيك يا ولدي واشوف عيالك. خلاص يا ولد انا كبرت وانت كمان بتكبر يما. ما انا ما قلت لك عاد لما الاقي بنت الحلال ان شاء الله هبقى افكر في الموضوع ده. لسه يا ولدي لما تلاقي ولسه هتفكر. ولو قلت لك ان انا عندي بنت الحلال هتوافق؟ ايوه يا امي، بس انت حتى ما بتنزليش من البيت. لقيتيها فين دي؟ ملك الصالح عاد، هي اللي جات حد عنديك يا ولدي، هي اللي جات لك من دي يا امي. وابعد تقولوا لي بنت عمتي ضره، بالله عليك يا امي، انا ما نقصت قرف. لا يا ولدي، واحدة اجمل بكتير واحسن بكتير قوي. انت بس تقول ايوه وانا اخلي فرحتك دي ليلة محدش ينساها في العمر كله. ايوه يا امي، مين هي يعني؟ سارة يا ولدي، سارة. في الوقت ده بيبص لها ويستغرب ويقول: كيف يمي بتقولك دي؟ انتي عايزة تجوزيني لسارة؟ ايوه يا ولدي، عايزة اجوزك سارة يا ولدي. بعدين بنت كويسة وجدعة، احنا عارفين طبعا ان هي كانت، استغفر الله العظيم يا رب، لكن يا ولدي ربنا غفور رحيم، اذا كانت ربنا بيغفر لعباده احنا ما نسامحش بعضينا ليه؟ وبعدين يا ولدي جدعة اهي، انت قلت لو بيدنا ان احنا نساعد حد ونخليه يتوب عن حاجة نمدي له يدنا، مش كده؟ ايوه يما عندك حق، بس يعني ما بسش يا ولدي، انا شايفه ان البت زينة وعايشة بما يرضي الله معانا اهي، وغلبانة وجدعة. من ناحية المسألة وماضيها مش مشكلة يا ولدي، كل حاجة بتتنسي مع الأيام. وبرضه مش هضغط عليك يا ولدي، لو انت موافق توكل على الله، لو مش موافق يا ولدي خلاص ربنا يكرمك ان شاء الله بواحدة احسن. بصراحة يا امي عايزة اقولك حاجة كده بيني وبينك. ايه يا ولدي قول. انا بصراحة كنت بفكر في الموضوع ده، بس كنت خايف، يعني خايف اقولك تطلعي فيا وتهبي وتزعلي مني. صح يا ولدي؟ ايوه يا امي، من ساعة ما جات البيت هنا بصراحة وهي بتزيد غلاوتها عندي يوم بعد يوم، وكمان لان هي زي ما قلت لك يا امي يعني غلبانة وبنت ناس عايزة تعيش حياة نظيفة. من ساعتها بصراحة وهي، انا بصراحة عجبتني، وزي ما قلت الماضي هيتنسي، بس يعني الفكرة ان انا مش بتقبل ان كان في حد لمسها غيري. خلاص يا ولدي انسى عاد، وابدأ صفحة جديدة، ابدأ صفحة جديدة يا ولدي، وان شاء الله ربنا يكرمكم. لكن اوعك يا ولدي، اوعاك تاجي في يوم يا ولدي وتقول لها كلمة عن ماضيها وتزعلها، ولا تقول لها حاجة تضايقها. خلاص يا ولدي، الماضي اللي بيتقفل ما يتفتحش تاني يا ولدي، وغلاوتي عنديك لا اله الا الله يا امي. اكيد يعني لا، لو اتجوزنا فعلا زي ما انت بتقولي وانت عايزة، انا عمري ما اقول لها حاجة عن ماضيها ولا الكلام الفارغ ده، لا واصل. انا المهم عندي نعيش انا وهي ونفتح صفحة جديدة زي ما انت قلتي. خلاص يا ولدي، ايه رأيك تكلمها انت ولا اكلمها انا؟ لا يا امي، كلميها انت، ولا اقول لك؟ ما خبرش والله. بصي كلميها انت يا امي، شوف هتقول لك ايه. وافقت ما وافقتش خلاص عاد، وهي تقدر ما توافقش اياك. لا طبعا، انا هون معاها واكلمها وهقول لك رد. وفعلا بعد دقايق قعدت معاها نفس القعدة وقالت لها: طل يا بنتي عاد، انا عايزة اقول لك كلمتين كده وافهم منيكي وتريحيني. انت يا بنتي كنت عايزة الحلال وربنا كرمك بيه والحمد لله. ايه رأيك عاد في الحياة دي؟ اجمل حياة انا عشتها في حياتي يا حج، اجمل حياة وانضف حياة والله. هي دي الحياة اللي انا كنت مستنياها من ربنا، والحمد لله ربنا كرمني بيها، واكلة وشاربة ونايمة في مكان نظيف، ومفيش حد ينغص عيشتي ولا حد يضايقني، وانا كده راضية وعايشة والحمد لله. وعمري ما افكر في اللي راح تاني، وابص دايما اللي قدامه بس.
الحمد لله يا بنتي، عشان كده انا جايباكي عشان عايزاكي في موضوع. قولي يا حاجة اللي انت عايزاه وامرين. بصي يا بنتي، احنا عارفين ان انت تبتي لربك، وان ربنا ان شاء الله يقبل توبتك. وعايزة اقولك يا بنتي ان ولد عايزك، رايدك في الحلال. موافقة؟ كيف يعني؟ كيف يا حاج؟ ولد يا زياد عايز يتجوزك. قولك ايه؟ قوليه بس في ايه يا حاج؟ اكيد لا طبعا، ما ينفعش واصل. ما ينفعش ليه بس يا بنتي؟ ما ينفعش ليه؟ ايوه يا حج، ما ينفعش واصل. كيف يعني واحد زي ولدك كده بشأنه ومقامه يتجوز واحدة زي أنا ما عندهاش شرف ولا أمانة ولا أهل؟ استغفر الله العظيم يا بنتي، ليه بس تقولي على حالك كده؟ ليه؟ حرام عليكي، نفسك أمانة ربنا مديهالك وانت خلاص تبتي عن كل حاجة. احنا دلوقتي عايزينك تفتحي صفحة جديدة مع ولدي. موافقة يا بنتي ولا لا؟ لا طبعا لا، مش موافقة. ولدك دي تجوزيها أحسن واحدة في الدنيا، وهو كمان اللي يقول موافق ولا لا. ولدك ده تعرضي عليها أجمل بنات الدنيا كلها، وهو اللي يختار يا حج. تجاي تقولي لي أنا موافقة ولا لا؟ أكيد مش موافقة، لأن ولدك يستاهل أحسن مني بكتير قوي. يستاهل واحدة نظيفة بنت ناس تعيش معاه وتكمل معاه بقية عمرها. أنا مين أنا عشان يبصلي؟ أنا مهما كان لا رحت ولا جيت، حتة خدامة هنا مش أكتر. ولا مغزى يعني، إزاي أعيش مع واحد يا حجة وهو عارف عني كل حاجة؟ كان جاي عندنا، كان جاي جد، كان جاي يقضي ليلة حمرا في مكان مليان كله بنات، وبنات رخيصة، وأنا ما كنت من ضمنهم. كيف أحط عيني في عينه؟ كيف أعيش معاه بعد اللي حصل مني ده كله؟ أيوة يا بنتي، بس ولد حكيلي كل حاجة، وقال إن انت من أول يوم دخل عليكي فيه وانت عايزة تتوبي لربك، وعايزة تعيشي حياتك وتعيشي حياة نظيفة، ودي اللي انت عملتيها ده دليل. أيوة يا حاجة، بس برضو كله ما اقدرش ابص في عينيه. انا لحد الان ما اقدرش اطل في وشه كده بسبب اللي احنا كنا فيه. بالله عليك يا حاج، طلعيني من الموضوع ده وشوفي الواحدة بنت ناس شريفة يعيش معاها، يخلف منيها وهو متأكد انها تربي عيال احسن تربية. انا عشت في الدنيا دي متلطمة، حتى ما كانش لي اهلي يربوني. ضحكتيني يا بنتي، اللي اهله ما يربيهوش يا بنتي بتربيه الزمن والايام، وانت شفتي كتير، واللي بتربيه الايام أحسن بكتير من اللي بيربوه أمه وأبوه. على الأقل بيكون شاف وعاش وتعلم من تجارب كتير مر بيها. أنا شايفة فيك الخير يا بنتي، ما تزعلنيش منك عادة وتوافقي. وغلاوتي عندك، مش كنت بتقوليلي إني حساكي زي أمي؟ وافقي عاد، ولا أنت عايزة تزعل أمك؟ لا يا حج، زعلك علي أهون من نكون مع ولدك الشريف ولد الشريفة لما ياخد واحدة زي ما أقدرش صدقيني. ده خلع عليها في الوقت ده زياد وقال، ولو قلت لك ان انت اللي عجباني في الدنيا دي كلها، ولو قلت لك كمان ان انا مش شايف غيرك دلوقتي يا سارة، ولو قلت لك يا ستي ان انا شايفك شريفة وعفيفة وبنت ناس، لو قلت لك كل ده برضو مش هتوافقي. اسفة زياد بيه، بس صدقني انا ما اقدرش. تقدريش ليه؟ احنا احسن من ربنا اياك، استغفر الله العظيم. ده ربنا قبل توبتك، ربنا قبل منك، ربنا غفر لك وعايشك العيشة اللي انت كنت بتتمنيها. فكرك انا مش هنسى اياك؟ انا نسيت اساسا. مجرد ما انت قلتي ان انت عايزة تعيشي حياة نظيفة، انا نسيت كل حاجة تخصك في الماضي، نسيت صدقيني. انت بقى اللي المفروض تنسي وتعيشي حياة وتاخدي خطوة تاني. ساعدي نفسك يا سارة عشان ربنا يساعدك. حط يدك في يدي اللي انا مديتها لك دي عشان ربنا يكرمنا احنا الاتنين. وبالله عليك ما فيش قول تاني بعد قول امي، وافقي عاد. فعلا حاولت ان هي تتقبل الموضوع ووافقت، واتجوزوا الاتنين وعملوا اجمل فرح. دخلوا اوضتهم واتقفل عليهم باب واحد، بس كانت واقفة العروسة مكسوفة وحط عينيها في الارض. بص لها زياد وقال، ارفع راسك يا سارة، ارفع راسك وطليلي يا بنت الناس. ده اللحظة اللي انا كنت مستنيها عشان ابص في مرتي واتغزل فيها. ارفع راسي كيف بس وابصلك بعيني كيف؟ بصراحة كده رغم ان انا عملت كله، ولا اني حاسة ان اول مرة حد هيلمسني ويجي جنبي. مخبراش، ما قدراش اتلم على اعصابي. خابر ان الحلال غير يا بنت الناس،
خابر كمان ان انت مكسوفة مني، ودي اجمل حاجة فيكي دلوقتي. بس عايزة اقولك ان انت متزعليش، هو بص عاد لقدامه بس، مش عايزك تفتكري اي حاجة عفشة وما تجيبيش السيرة دي تاني. حاضر يا زياد بيه، ما تقوليش زياد بيه، قولي زياد وبس. بس انا عايزة اعرف حاجة، عايزاك تقولي حاجة وتطمني. قولي اللي انت عايزة تقوليه وانا هقولك اللي انت عايزة تسمعيه برضك. لا، ما عايزاكش تقولي اللي انا عايزة اسمعه، عايزاك تقولي اللي انت هتعمله بس يا زياد. قولي طيب، قولي وانا سامعك اهو. هتاجي في يوم وتذلني يا زياد؟ هتاجي في يوم وتقولي كنت لا، وقلت لك ما تنطقيهاش عاد. انا نسيت كل حاجة، نسيت كل حاجة اول ما قلت انا عايزة اتوب لربنا. صدقيني انت ما خبراش ان الكلمة دي هزت فيا ايه، وانا كنت نويت اساعدك فعلا. ليه؟ مش عشان عارف انك جواكي خير وعايزة تعيشي، عايزة تعيشي حياة جميلة، وده اللي ربنا عمله لنا ها. والحمد لله عاد نحمد ربنا ونشكر فضله، ولا نفضل نغص علينا عيشتنا ونفتكر القديم والزفت والقرف. انا كمان يا زياد، لما حسيت ان هاكل لقمة نظيفة، لقمة جاية بالحلال، لما حسيت ان هنام على فرشة شريفة، لما حسيت ان هدمتي طاهرة بتوضى وصلي بيها، صدقني حسيت ان انا اتولدت من جديد والله. يبقى ليها عاد تتضايقي وتضايقيني معاكي؟ انسي عادي يا شيخة، انسي، متقلقيش، انت هتكوني ام عيالي. عمري ما اقولك في يوم كلمة تجرحك يا بنت الناس. وبعدين اللي هيقول انا هيبقى في وشي وفي وش عيالي. وبعدين يعني انا لو ما نسيتش كنت كيف هتجوزك وهدخل معاكي دلوقتي بيت وغرفة واحدة؟ اسمعي يا بنت الناس، انا اخترتك تكوني ام لعيالي، اخترتك تكوني ليا وتملكي حياتي ودنيتي دي. مش عايزك عاد تتضايقي ولا تضايقيني، عايزك تنسي كل حاجة وتنسي كل الدنيا دي، ننسى انا وانتي ونعيش حياتنا ونبدأوها من جديد. وانا موافقة وبشكرك على كل حاجة عملتها انت والست الوالد، خليتوني اعيش حياة جميلة ونقية، خليتوني اعيش حياة ما كنتش احلم بيها واصل. لا، حلمت بيها وربنا حققها. طلبت من ربك ورفعت يدك وقلت يا رب، وربنا ما زعلكيش، ربنا حققلك كل اللي انت عايزاه. يلا عادي حلوة، يلا عايزك كده تحضر حالك وتغيري عشان ناكل لقمة سوا. انا عايزة اجيب لأي حاجة اتوضى واصلي ركعتين لربنا، اشكره فيهم، اشكره واحمده على النعمة اللي وصلني ليها دي. انا واشكر ان ربنا رزقني بواحد زيك كده، نتعني من اللي انا كنت فيه، نجدني وخرجني من المستنقع اللي انا كنت واقع فيه وما كنتش عارفة اطلع مني. انا كنت سبب وانت كنت سبب كمان عشان افتح صفحة جديدة وابدأ حياة جديدة واتجوز وعيش حياتي. انت كنت سبب للخير وانا كنت سبب للخير، وربنا رزقنا ببعضها. ننسى عاد ونشوف حياتنا عشان نبدأوا مع بعض. عايزة اجيب منيك عيال كتيرة قوي، ان شاء الله اجيبهم ونربيهم انا وانت احسن تربية ان شاء الله، ان شاء الله يا بنت الناس. قول يا رب وربنا يكرمنا ان شاء الله. انا عشمان في ربنا خير، وانا كمان من ساعة ما دعيت ربنا وربنا استجاب مني، وانا بقيت عايزة ادعيله بكل حاجة حلوة واقول له يا رب كرمني. وفعلا الاتنين عاشوا اجمل حياة مع بعض، وبتكون خلصت قصتنا هنا عندهم. والعبرة من قصتنا يا حبايب قلبي ان ربنا غفور رحيم، وان مهما تعمل ومهما تغلط مجرد ما ترفع ايدك لربنا وتقول يا رب اغفر لي، ربنا هيسامحك. بس يكون من جواك انت فعلا عايز تتوب عن الغلط ده، عايز ترجع لربنا بقلب نظيف. مش مشكلة انك تغلط، المشكلة ان انت ترجع لغلطك تاني. مش مشكلة خالص انك تتوب عن حاجة انت عملتها وتقولش ربنا هيغفر لي ايه ولا ايه. لا، خلي عندك عشم في ربنا ان هو هيغفر لك فعلا، وان هو هيغير حالك من حال لحال، وربنا عند حسن ظن عباده بيه. ارفع ايدك لفوق وقول يا رب، ادعي بأي حاجة انت عايزها ربنا هيستجاب فورا. ادعي بكل حاجة انت عايز ربنا يحققها لك، وربنا هيحققها لك. ولو في غلط بتعمله توب عنه قبل فوات الأوان، استغفر ربك وتوب عنه قبل ما تلاقي نفسك بتتسأل 3 أسئلة: ما ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيك.
توب قبل ما تفوت بيك الأوان وتلاقي نفسك في دنيا تاني خالص. دنيا ساعتها مفيش أي حاجة تنفعك فيها غير عملك، وساعتها هتقول يا ليتني كنت ترابا. توب، توب قبل فوات الأوان، وتأكد إن انت لما تعمل الخير ربنا هيجازيك قصاده أكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وأشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة.